اهلا بيكم يا اصدقائي، انا مبسوط جدا بتعليقاتكم وبشوفها وبتابعها كلها اول باول. اولا لازم ننوه لحاجتين مهمين: السحبه الطويله اللي مش هتتكرر تاني باذن الله، وده لاني بجهز قنبله من الانميات ان شاء الله في الطريق. والتاني موضوع اسماء الانمي واللي مش هقدر احطها بسبب حقوق الطبع والنشر، لاني جربت احطها في فيديوهات اخدت فيها مخالفه كانت هتطير القناه، واحنا لسه بدايه الطريق، وانتوا طبعا ما يرضكمش ان انا طاير القناه عشان اسم الانمي ونتحرم كلنا من متعه التلخيص. انا عارف طبعا ان انتوا فاهمين موقفي وهتدعموني فيه، لكن ما تقلقوش انا هعاقب الفتره الجايه بملخصات جامده جدا. النهارده جايب لكم قصه انمي اسطوري يا اصدقاء، وكالعاده عايزين تفاعل اسطوري عشان اقدر اقدم لكم فيديوهات اسطوريه في المستقبل. مين فينا ما تعرضش لصدمه قويه في حياته وقرر انه يوقف عن المحاوله ويستسلم للظروف؟ طيب ايه رايك لو كان استسلامك في انقاذ لحد عزيز عليك صعبه مش كده؟ ولا يهمك هنساعدك في الاجابه على الاسئله ونحكي لك قصه انما عبره بصحيح. يلا اشترك علينا وتسقط الفيلم علينا. لكن قبل ما نبدا يا اصدقاء في قصه اليوم، ما تنساش التفاعل الاسطوري على الفيديو، لايكاتكم وتعليقاتكم عشان انزل لكم فيديوهات جديده في المستقبل. يلا بينا نبدا. ده هانزو، محارب من اقوى الابطال اللي ممكن يخلصوا على جيش كامل لوحده. الخوف ما يعرفش طريق لقلبه، مفيش في حياته اغلى من مراته هارومي وابنه ساتوشي. وفي يوم من الايام كان هانزو خارج مع ابنه عقبال ما الام تحضر الغداء في البيت، والاب طول الطريق بيعلم ابنه دروس في الحياه من الطبيعه اللي حواليهم. لقيوا كتير ملموم حوالين عقرب، لكن العقرب بايده ورجله عمال يدافع عن نفسه. بالرغم ان النمل كتير جدا الا ان العقرب ما بيستسلمش وعمال يقاوم لحد اخر نفس. فكان ده درس مهم في قوه الاراده في مواجهه العدو مهما كانت قوته. ولما جه ميعاد الغداء ورجعوا للبيت لقوا ان القريه اللي ساكنين فيها هاديه جدا ومفيش حس خالص. هانزو بدا يحس ان في حاجه غريبه حصلت، فمسك ابنه كويس على ظهره وبيستعد لاي حاجه ممكن تحصل. وفعلا لقي واحد جاي من وراه وعايز يقتله زي ما حس بالظبط. لكن على مين يابا؟ ده هانزو. وبعدها هانزو بيقتله، بيلاقي واحد ورا التاني باعداد كبيره جدا بتخرج عليه، لكن هانزو قتلهم كلهم ولا عساكر الشطرنج، وجري عشان يطمن على عيلته ومراته. لكن المفاجاه ان كل العيله مات. هانزو بيتصدم، مين اللي ممكن يعمل كده وايه اللي حصل؟ ساعتها الغضب بيسيطر عليه وبيبدا يقتل في كل العصابه يمين وشمال زي الوحش، لحد ما العصابه هي اللي بقت بتجري منه وخايفه منه. لحد ما سمع صوت رئيس العصابه وهو بيهدده انه هيقتل ابن ساتوشي اللي في ايده اما استسلمش. ساعتها الاب بيخاف على ابنه وبيركع قدام زعيم العصابه: ارجوك سيب ابني. زعيم العصابه عنده قدره غريبه انه يقدر يجمد الميه او قوه الجليد. رئيس العصابه عمل تلج حوالين هانزو عشان يكتفه وما يقدرش يتحرك ويخليه يشوف موت ابن ساتوشي قدامه. هانزو بيتجنن وبيقول لابنه: هاخد لك حقك يا ابني. هانزو بيتجنن وبيكسر التلج بسرعه وحلف لا ينتقم لابنه، لكن رئيس العصابه يسبقه ويديله خابور تلج في راسه يخرم ودانه وبيموت على كده. تفتكروا دي النهايه؟ اكيد لا، احنا لسه في البدايه، لان اللي مات هانزو لكن العقرب هيتولد. على ناحية تاني في مكان بعيد شبه الدير هنلاقي بطل اسمه ليو كينج من جماعة اللوتس الأبيض، قاعد بين الشموع كده في قعدة استجمام عشان يقوي قدراته. لكن فجأة بيهجم عليه واحد بسرعة البرق ويطفي كل الشموع، وتبدأ بينهم معركة قوية، لكن لونج بينتصر ولسه هيقضي عليه. بيكتشف انه المدرب بتاعه اللورد ريودان وكان بيختبره، وكمان بنعرف ان اللورد ريودان ده حارس مملكة الأرض ضد الأشرار. وبيظهر ان ده الاختبار الأخير، لأن بعد كده هيبدأ مهمتهم اللي كانوا بيستعدوا ليها من سنين، وان المجموعه اللي هتنفذ المهمه جاهزه ومستنياهم. يا ترى مين هم افراد المجموعه دي؟ تعالوا بينا نشوف. في جزيره بعيد عن الصين، الملاكم سابقا وبطل افلام والاعلانات برضه سابقا جوني كيج عايش لوحده في روقان، ودلوقتي هو مفلس عاطر ومغرور عايش على اطلال امجاده الماضيه، لحد ما جاله امر اخلاء بيته بسبب الديون. لكن يجيله تليفون ينقذه من الافلاس ويطلبه في مهمه خطيره ينفذها في الصين، ولازم يسافر حالا. نرجع تاني للصين في حاره صغيره، هنلاقي الناس ملمومه بتراهن على مين اللي يكسب في الاثنين اللي بيتخانقوا في النص دول، والاثنين هم رجل قوي وضخم مع واحده ست، بس مش اي واحده، دي سونيا بليد. ما يغركش ان اسمها سونيا بليد برغم انها بنت، بس جندي قوي جدا ب 100 راجل، مفيش معركه او تحدي تدخل فيه الا وتكسبه. فضلت طول حياتها في الجيش تعاني من سخريه اللي حواليها في الجيش لانها بنت، حتى رئيسها المباشر كان بيسخر منها، لكن قدرت تثبت للكل انها شخصيه استثنائيه، وده خلى رئيسها يكلفها بمهمه كبيره في الصين. طبعا لو رجعنا تاني للمعركه اللي في الشارع، اكيد عرفتوا مين اللي كسب. اكيد سونيا، اللي عملت للراجل عمليه تجميل في اسنانه مجانا، عملت له هوليود سمايل من غير ولا سنه ببقه،
وفجأة بعد المعركة بيجي واحد يسلمها رسالة بمهمة جديدة. اما بقى البطل بتاعنا هانزو فبنلاقيه راح للعالم السفلي واللي بيحكمه واحد اسمه شنوك العظيم، لكن هانزو بيتكتب بسلاسل حديدية. فبيجي ليه واحد مخيف عامل زي العفريت ويقول له انه سجين هنا وهيفضل يتعذب لحد ما تتنفذ فيه العقوبة ومحدش يقدر ينقذه منها ويرجع له الدنيا بتاعته الا شنوك نفسه، واللي قاعد في مكان بعيد في نهاية العالم السفلي. فهانزو هيهمس بصوت واطي عشان يخلي العفريت يقرب منه، وهوبا يهبش ودن من ودانه الكتير اللي في وشه دي ويمسك سيف من السيوف ويقطع العفاريت بالطول نصين متوازيين. لكن تفتكر الموضوع كده خلص؟ لا، ده فجأة طلع 1000 واحد من العفاريت بس بحجم اصغر. بس طبعا ده هانزو يا صديقي ولا بيهمه، خلص عليهم كلهم باحترافية وجنون عالي. هيوصل هانزو للمكان اللي فيه شنوك عشان يطلب منه يرجعه للعالم بتاعه، لكن مش هيلاقيه، هيلاقي نائب عنه اسمه كواني تشي وبياخد باله من كل حاجه لحد ما شنوك يرجع. هانزو مش فارق معاه كل الكلام ده، هو عايز يرجع للعالم وخلاص. كواني عارف هانزو قوته لكن برضه رافض يرجعه. المشكله بقى ان كوان مش زي الباقيين عشان عنده قدرات خاصه بتخليه اقوى من الهفا التانيين. فلما حاول هانزو يضربه وقفه بالسحر بتاعه، بس كوان قال له ان في حل احسن وقال له عن البطوله اللي هتتعمل وكل ملك بيبعت فيها المحارب اللي هيحارب باسمه، هيخليه يشارك في البطوله دي باسمهم. هانزو بيرفض، لكن لما بيعرف ان البطوله هيكون فيها رئيس العصابه اللي قتل مراته وابنه بيوافق فورا انه يشترك في البطوله. لكن الاهم من البطوله انه يجيب مفتاح من المعبد بتاع شانج سينج اللي بيخدم ملك العالم الخارجي. المعبد ده موجود على نفس الجزيره اللي هيتعمل فيها البطوله، والمفتاح ده بتاع المكان اللي محبوس فيه شنوك العظيم ملك العالم السفلي اللي حبسوه ظلم. عايزين مفتاح عشان يحرروه منه. وساعتها شنوك نفسه هيكافئ هانزو بانه مش بس هيرجعه للدنيا وكمان هيرجع ليه مراته وابنه اللي مات. ودي بقى لحظه تحول هانزو اللي هيرجع للدنيا لكن في هيئه البطل العقرب. على الناحيه الثانيه هنلاقي سفينه كبيره بتتحرك من الميناء وبيحاول جون كينج يلحقها وينط جواها، ويلاقي على السفينه سونيا بليد وليو كينج، واللي سايق السفينه هو اللورد ريودان نفسه. جوني بيتعرف على ليو كينج لكن بيظهر ان سونيا ملهاش في جلسات التعارف دي وتنكى شويه، لكن جوني ما يعرفش انهم طالعين مهمه خطيره وفاكر ان هم رايحين يصوروا فيلم مستني حد يديله السيناريو. فجأة ريودان بيحذر الجميع انهم قربوا من الحاجز اللي بيفصل بين العالم الخارجي وعالم الارض وبيحميهم منها، وبيحذر الجميع ان لو شيوكان فاز في البطولة اللي رايحينها دي ده معناه انه هيقضي على الارض تماما. وصلوا للجزيرة اللي هيتعمل عليها البطولة وفجأة لقيوا رجل قوي كله عضلات لابس اصفر ومخبي وشه. الشخص ده هو سكوربيون او العقرب اللي كان هانزو في الماضي، وجنبه واقف كون بيفكروا بالاتفاق اللي بينهم وموضوع المفتاح. بيوصلوا معبد شانج سونج اللي هتتعمل فيه البطولة، بيشوفوا هناك بطولة والناس وحشية بتقتل في بعض، ناس بتاكل بعض وبيقطعوا دراعات بعض في لعبة ريست وبيكسروا المعادن التقيلة وبيشربوا دم وحاجات لطيفة كده. ريودان بيحذر المجموعة من شانج تسونج. بيدخل عقرب المعبد وبيظهر سونج اللي بيعرف الناس بالبطولة وبيحكوا لهم انه من زمان وكل مملكة بتبعت افضل محارب فيها عشان يشترك في البطولة ويقرر مصير المملكة بتاعتهم، واللي بيفوز بالبطولة بيكون ابدي وبيعيش على طول. اما اللي بيفوز البطولات 10 مرات ورا بعض فبيكون من حقه انه يضم بقية الممالك لمملكته ويحدد مصيرها، وبيعرفهم بنفسه بعد كده انه تشانج تسونج رسول الملك الكبير شوي كان، وانه فاز في البطولة 9 مرات عشان كده دي البطولة المميتة اللي لو كسبها هيكون هو الحاكم الكبير وساعتها هيتحكم في مصير الممالك كلها. في الوقت ده العقرب بدأ المهمة بتاعته جوه المعبد وراح بيدور على المفتاح، فضرب الحراس كلهم ودخل الأوضة السحرية بمنتهى السهولة. وعشان سانج سانج ضيوفه جاب غيره البطل بتاعه عشان يعمل بطولة خفيفة كده مع القائد بتاع سونيا حاولت تدافع عن القائد بتاعها جاكس لكن ما عرفتش. جاكس طمنها انه يقدر يهزمهم لكن بص لقي غيره قدامه، ده عبارة عن واحد باربع دراعات وضخم زي البوابة. وفي الوقت ده العقرب لقي المفتاح ولسه هياخده، وقف اللورد ريودان اللي نصحه ما يعملش كده وقال له ينسى الماضي ويعيش المستقبل وما يديه ثقته الكنان لانه شرير، والمفتاح ده مش هيحل مشاكله، بالعكس ده هيعمل مشاكل اكتر معاه. اما غيره مسك جاكس ونهال عليه بالضربات لحد ما قطع له دراعاته الاثنين. ساعتها دخل اللورد ريودان عشان يوقف القتال السخيف ده، وان كده شينج بيقتل الناس بره البطوله وده مش قانون. فشينج بيشوف ان عنده حق وبيقرر ساعتها يبدا البطوله الحقيقيه. عشان كده هو خلاص حدد كل متسابق والخصم بتاعه والمكان اللي هيتحاربوا فيه، فنقل كل اتنين للمكان اللي هيتحاربوا فيه. جوني لقي نفسه فجأة في قلعة مهجورة مليانة بارود بس ما فيهاش خدمات خالص وده خلاه يتضايق جدا، لكن اللي ضايقه اكتر انه لقي واحد كله انياب وايده طالع منها انياب طويلة وبيحاول يقتله، لكن رغم الشياكة اللي لابسها قدر ببراعة انه يحارب خصمه، والنار مسكت البارود وفجرت القلعة ووقعت على الخصم. اما جوني فنط فوق الشجرة وشكله كده مستمتع بالموضوع وحاسس ان لياقته رجعت. والسونيا لقيت نفسها في غابة كبيرة وفجأة لقيت حد بيحدف عليها حاجات وهي مش شايفاه كأنه شيء مخفي.
وفعلا الوحش اللي ظهر لها كان شبه سلحفاة النينجا وبيقدر يختفي ويظهر، لكن هي قدرت تقطع له راسه بمنتهى السهولة. اما العرب فظهر لي واحد من جماعة لين كيو فهددوا انه هيقتلوا له ما قالوش مكان ساب زيرو الصاحب الجليد، لكن الخصم مرضيش يقول له فقطع له راسه ووعد انه هيقتل جماعة لين كيو كلها. ليو كينج بقى ظهر على كوبري وبيحارب واحدة قوية جدا لكن مش عايز يقتلها، عشان كده طلب منها تستسلم، وفعلا استسلمت وقالت له انه مش هيقدر انه يقف قدام شيو كان، لكن هو وعده انه هيقدر عليه وينتصر عليه كمان. طبعا ريودان وشينج وكوان قاعدين يراقبوا المعركة في قاعة تانية لوحدهم. شانج معجب بشجاعة المقاتلين الثلاثة بتوع ريودان فبيهنوهم بشجاعتهم، فريودان فهم ان ارواحهم قوية، وكمان عجبته شجاعة العقرب البطل بتاع كوان شي، فكوان يقول له انه ممكن يعمل اي حاجة عشان يساعد شيو كان، بس شانج بيفهموا ان حتى لو ابطالهم انتصروا في المعركة دي مش هيقدروا يثبتوا في وش غارو البطل بتاعه ابو 4 ايدين، وان جماعة التنين الاسود منتشرة على الجزيرة دلوقتي ومعاهم امر بقتل اي حد من ابطال مملكة الارض، وده ضد قوانين البطولة. المهم ان جوني هيلاقي سونيا ولينجو قدامه فبيحكي لهم على اللي حصل، وانه اخيرا فهم انهم مش بيصوروا فيلم ودي معركة حقيقية، فبيتفقوا مع بعض انهم لازم يفضلوا مع بعض عشان المعركة الكبيرة اللي جاية. لكن فجأة بيسمعوا صوت صراخ وضرب جامد فبيروحوا يلاقوا العقرب خلص على جماعة التنين الاسود وقتلهم كلهم. وحش يا ابني، فبيتعرفوا عليه وبيبقوا اصدقاء كلهم ويقعدوا مع بعض يفكروا في ايه اللي بيحصل. بيعرف جوني ان كل اللي حواليه حقيقي ولو شو كان كسب الجولة دي هيدمر الارض. ساعتها سونيا بتقول انها عايزه لاسلكي تتصل بالقوات عشان ييجوا ينقذوهم، لكن فجاه بيظهر اللورد ريودان وبيعرفهم انهم مش على الارض اصلا، وبيحذرهم ان شانج هيعمل اي حاجه عشان يمنعهم من الوصول للمسابقه النهائيه، لكن بيبشرهم ان هم اللي هينتصروا في الاخر. جوني بيفتكر ان ريودان ممكن يرجعهم العالم بتاعهم، لكن بيفهموا انه من شروط البطوله انه ما يتدخلش معاهم نهائي وبيختفي ريودان. ساعتها العرب بيقول لهم فعلا انهم مش هيقدروا على المعركه دي ولازم يستخبوا في حته لحد ما المعركه تخلص. طبعا بيرفضوا كلهم ويقرروا يدافعوا عن الارض. عاش يا ابطال. فبيمشي العقرب ويسيبهم مع نفسهم، لكن قبل ما يمشي بيقتل واحد من جماعه التنين كان بيراقب سونيا واللي معاها. ساعتها جوني وسونيا وليو هيكملوا الطريق لوحدهم، لكن فجاه بيقفوا قدام مبنى ويلاقوا عساكر التنين محوطينهم من كل مكان، فبيقول لهم ان ده ضد القوانين لان لازم واحد قصاد واحد، لكن عرفوا انهم جايين يقتلوهم مش يشتركوا في البطوله. بس المفاجاه انهم بيلاقوا العقرب داخل معاهم في المعركه ويبدا يقتل في عساكر التنين الاسود معاهم، لكن لو ركزنا هنلاقي اللي بيحارب حقيقي هو سونيا وليو، لكن جوني خايف على وشه السينمائي من اي اصابات. العقرب بيحارب بقوه لدرجه انه بيقتل 3-4 مع بعض. المفاجاه بقى ان لما قائد جمعيه التنين يجي يصاب اسلحته عشان يقتل الابطال فجاه بيظهر واحد ويحول كل اسلحته للثلج ويقول له انه عار على البطوله. عرفتوا مين الراجل ده؟ ايوه ده ساب زيرو الرجل الجليد. وهنا العقرب ما صدق شافه عشان يتجن جنونه، راح نط جابه من رقبته ونزل ضرب فيه، وكل ضربه يضربها له يقول له انتقام لاهله اللي قتلهم قدام عينيه. لكن للاسف لما العقرب حدفه من فوق الجبل الراجل مسك فيه ووقعوا هما الاثنين مع بعض والسيغ دخل فيهم. ساعتها ظهر كوان وقال للعقرب انه خيب امله فيه وما نفذش اللي طلب منه انه ضعيف زي مراته وابنه. ايوه المفاجاه ان كوان هو اللي استخدم سحره وتنكر في شكل ساب زيرو يومها وقتل ابنه عشان جماعه ليو كوين تطيعه، وامرهم يروحوا يقتلوا كل سكان القريه بتاع العقرب، وان هو اللي قتل ابنه ومراته بايديه. يا ابن اللعيبه ما تعرفش ازاي بقى بس الطاقه دبت في جسم العقرب من تاني وخرج من السيخ اللي دخل فيه. سونيا دخلت القلعه بتاعت النهائيات فلقيت القائد جاكس بتاعها محبوس فراحت عشان تنقذه. لقيت في وشها وحوش كتير فقعدت تحاربهم كلهم بقوه وبساله. اما ليوفا دخل القاعه اللي فيها تشانج وريودان وكوين، وتشانج هنا اندهش من قوته جدا، لكن دخل غور الوحش بتاعه عشان يحاربوا واحد ضد واحد، وساعتها تشانج عرض عليه انه يستسلم في مقابل انه يعيش ملك ويعيش في نعيم، لكن طبعا ليو بيرفض ويحارب غوره بكل قوته. بس لما بيطلب شانج من كوين عصير عشان يحتفلوا كوين بيحط السم في الكوبايه بتاعه شانج. المفاجاه بقى اللي على الناحيه الثانيه ان الوحش اللي قدام سونيا قدر يضربها وخلاص كان هيموتها، لكن ظهر البطل مغوار جيني وضرب كل الوحوش وقتلهم وانقذ سونيا. الله عليك يا ابني، استغربت جدا والحقيقه كلنا استغربنا معاك يا سونيا. وفايت سونيا ورجعت تحارب معاه بقوه وفعلا بيقدروا ينقذوا جاكس. اما ليو كينج فبيحارب الوحش غارو، لكن الوحش غارو قوي جدا وبيقعد يضرب في ليو بقوه وغشم كبيره. في الوقت ده شانج صب الكوبايه اللي في ايده على الارض لانه عرف ان كوان حط فيها سم وهيكتفه بالنار عشان يقتلوه في الوقت اللي غارو خلاص هيقتل ليو فيه. لكن المفاجاه ان العقرب رجع وقتل غارو ودخل لكوين عشان يقتله وينتقم منه، بس تشانج وقفه وقال له ان هو عشان قتل غارو هو بطل العالم الخارجي وبيحارب باسمه دلوقتي، ولو عايز ينتقم من كوان لازم يقتل ليو الاول، وساعتها
ينتصر العالم الخارجي. فالعقرب بيبين انه راح يحارب ليو، لكن بيروح يمسك تشانج من رقبته وياخد منه مفتاح سجن تشونج الكبير، وبيستسلم ليو. كده بتنتهي البطوله اللي بيفوز فيها بطل مملكه الارض ليو. ساعتها تشانج هددوا انه هيقتلهم كلهم، لكن اللورد ريودان بيتدخل اخيرا ويوقفوا ويفهموا انه خلاص البطوله انتهت، وانه ممكن دلوقتي يتدخل عادي ويستخدم قوته. فبيهرب تشانج على المملكه بتاعته اخيرا، لكن الجزيره بتبدا تنهار، وساعتها اللورد ريودان ياخد ليو ويهربوا منها بسرعه. لكن ليو كان عايز العقرب معاه، بس عرف ان سكتهم مش واحده. ساعتها العقرب بيحارب كوان بشراسه وبيقتله وبيخلع راسه وبيقف تحت المعبد وهو بينهار. واخيرا العقرب بيشوف ان خد جزء من انتقامه. وبره المعبد كان جوني وسونيا في المركب مستنيين ريودان وليو، واخيرا ركبوا مع بعض عشان يرجعوا لبيتهم بعد ما فازوا على شوكان وهزموا العالم الخارجي. اما بقى شوكان في مملكته فعاقب تشانج على خسارته وقرر انه يروح بنفسه ينهي المعركه دي. والمعركه بين البشر والوحوش لم تنتهي بعد. وبكده تكون انتهت قصه النهارده يا اصدقاء. ما تنسوش تقولوا رايكم في تلخيصي في التعليقات، ولو عايزين انمي جديد اكتبوا اسمه عشان اعمله ان شاء الله. اشوفكم في قصه جديده. سلام.